السلام عليكم الأصدقاء. حسم فريق الرجاء الرياضي التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية المقامة في الديار السعودية، وغادي يواجه الرجاء في دور الربع النهائي فريق النصر السعودي المدجج بالنجوم اللي على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو. كيف جاء تأهل الرجاء والنصر إلى ربع النهائي؟ وما هي حلول مدرب الرجاء زيمباور لإيقاف نجوم النصر؟ باش تعرفوا جميع التفاصيل بقوا معنا حتى الآخر. صعد الرجاء الرياضي إلى دور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية عقب تحقيقه للعلامة الكاملة في دور المجموعات، وذلك بتحقيق 3 انتصارات على كل من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 والكويت الكويتي بنتيجة 2-0. وآخر ضحايا الرجاء كان هو الوحدة الإماراتي اللي انهزم مع الفريق الأخضر بهدف ل0. وقدم الرجاء مستوى جيد في كل المباريات بحيث تلقى هدف وحيد كأحسن دفاع في البطولة، وكان خط وسط متميز بفضل الكرة الجميلة اللي كيقدمها روجر آولو والمكعازي ومحمد زريدة. المؤاخذة الوحيدة على الفريق هي خط الهجوم اللي سجل 5 أهداف فقط، وكان كيضيع في كل مباراة عدد كبير من الفرص. وتحصل الرجاء العالمي على 9 نقاط من 3 مباريات جعلته يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، وتأهل إلى ربع النهائي كممثل وحيد للمغرب وإفريقيا بعد إقصاء ممثل المغرب الثاني الوداد الرياضي وخروج جميع الأندية العربية الممثلة للقارة الإفريقية من دور المجموعات. ليحفظ النسور الخضر ماء وجه القارة السمراء بهذا التأهل ويضربوا موعد مع النصر السعودي الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد ما تحصل على 5 نقاط من تعادلين أمام الشباب السعودي بنتيجة 0-0 والزمالك المصري بنتيجة 1-1، وفوز على الاتحاد المنستيري التونسي ب4-1، لتكون بذلك حصيلة أصدقاء كريستيانو هي تسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين. وسيعمل المدرب الألماني زيمباور رفقة طاقمه التقني على قراءة طريقة لعب النصر في المباريات الثلاث الماضية، واللي كتمثل في الاعتماد على التنويع في الهجمات بالاعتماد مرة على الاختراق من الوسط عبر اللاعب البرازيلي طاليسكا، ومرة على العرضيات الجانبية في اتجاه رأس كريستيانو رونالدو، واللي استطاع يسجل منهم هدفين في البطولة، بالإضافة إلى الاعتماد على الوافد الجديد على الفريق السنغالي ساديو ماني اللي كيكون خطير جدا في عملية الاختراق عبر الطرف الأيمن. كما يجب على مدرب الرجاء لاعب الكرة المعروفة عليه، وذلك بالاعتماد على الكرات القصيرة وإخراج الكرة من الدفاع في اتجاه وسط الميدان ثم الهجوم، اللي خاصو يكون مركز وما يضيعش الفرص السانحة للتسجيل. وللتذكير فرع المباراة غدور يوم الأحد على الساعة 4 مساء. إخوان شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم إلا عجبكم الفيديو. تهلاو.